هم العلماء كده. العلماء يقولوا كلام وبعد كده الناس ترددوا وراهم، فيبقى كده ده العلم. ده العلم، هو العلم بيجي كده، في اصحاب العلم وفي تابعين وفي وهكذا، فاهم؟ فده العلم خلاص. هو هيفرض نفسه، خلي بالك يعني، انا كلامي ما بقتش بتخانق عليه خلاص، هو هيفرض نفسه غصب عنه. الكلام اللي بقوله ده ربنا اراد ان هو يبصرنا بيه ويوصلنا ليه عشان يستمر، وعشان يكبر، وعشان يبقى ليه ناس وليه شعبيه وليه ناس خفت عليه واجيال تطلع عليه، فاهم قصدي؟ فهو فكر جديد بناء عليه، طالما اثبت نجاحه من حق الكل ان هو يستخدمه، من حق الكل ان هو يتبعه، من حق الكل ان هو يتكلم عليه، خلاص. لكن احنا هدفنا الاصلي من يوم ما بدانا، من يوم ما بدانا ان احنا اتخلقنا بني ادمين عايشين وقت معين، اجهزتنا كلها سليمه طول الوقت ده. مش حاجه اسمها اصل هو بعد معاناه مع المرض 12 ساعه، بعد معاناه مع الالزهايمر 4 سنين، مش عارف عياله، مش عارف اهله، مش عارف بيته، مش عارف يفكر، مفيش حاجه اسمها كده، ما اسمهاش عايش. احنا بنطول مده الاجل وبنبص من الناحيه الثانيه انت امراضك بتزيد ولا ما بتزيدش، لا انت احنا الحمد لله في تدهور بقالنا 100 سنه خلاص. واللي يقول لك احنا عندنا الطب بيتقدم، لا انت على فكره انت بتجيب ورا كل يوم عن اليوم اللي قبله بالمناسبه يعني لو انت بتفكر ان احنا الطب عندنا بيتقدم، بالعكس ماشي. خليت الدكاتره كلهم يتكلموا على الغذاء بدل الدواء، ما هو اصلا ما فيش دواء، هو اصل الموضوع اصلا حضرتك تعيش وتموت وتسلم جسمك صاغ سليم، عظمك بامعائك بدماغك بقرنيتك بكلاويك بالرئتين، تسلمهم سلام. انا بقول دايما كده، التهابات بوليه، التهابات مهبليه، تبول ليلي كتير، حرقان، سلس بولي، تقول لك بضحك ما بلحقش نفسي، بكح ما بلحقش نفسي، بتزنق ما بلحقش نفسي، كل ده يا باشا تساوي مثانه متهيجه من ورا مدخلات اكل خاطئه. نقطه من اول السطر تاني. بلاش بقى ايه هاري، اصل انا تخين فاثر على ركبي، لا يا باشا، انت ركبك بايظه، انت لو وزنك 20 كيلو مش هتعرف تمشي، انت مكسح اصلا بقى. يعني انت يعني الركبه يا باشا مش الوزن اللي مأثر عليها، لا يا باشا، انا وزني 60 65 كيلو، خلاص اعرف اشيل شبههم 60 كمان على كتافي واجري. ما هو الجندي كده بيلبس حاجات دروع وبتاع على صدره وذخيره وبيعلق على ظهره مخله ولابس بياده تقل كده وبيجري يا باشا. هو ده الاصل فيك انت، عشان كده الجيش عشريناتي قبل ما يموت. انت كده صلاحيه الفلاح المصري او اللي يعني احنا الناس اللي احنا نعتبرهم بقى الناس الشداد بقى، المصري الشداد، فاهم؟ عارف ما شافش الشداد، المصري الشداد، عارف شادي الله يرحمه؟ ده عمره الافتراضي من 18 ل 28. هو الواد سنه 18 يبقى حمار، يخش في الحيطه يطلع من الناحيه الثانيه بقى بياكل كرات وبصل وبتاع. 28 يكون سلم نمر بقى خالص، يكون بيتعالج من مايجرين وتاخر خلفي. فانت العمر الافتراضي لدول هو اول العشرينات دول، خلاص بيبقى لسه جسمك عافر بيقوم لك يعني، فاهم؟ باشا حضرتك ما تقولش انا وزني سبب تعب ركب حضرتك تشيل قد وزنك مرتين 3 بس تبقى سليمه، يبقى غضاريفها سليمه، السائل الزلالي بيتجدد، مش انت بقى كل شويه انا هاخد حقن الجلوكوزامين، هحقن كولاجين يا باشا، كل ده اسمه هري. انت مش شغال في مفاصل خشب ولا معدن، ده مفاصل حيويه خلويه متجدده، كل يوم وظيفتها الاصليه تموت خلايا وتجدد خلايا، تغير الزلال. هو في حاجه اسمها زلال يفضل قاعد طول الحياه من يوم ما اتولدت لحد ما تموت؟ مفيش الكلام ده. الزلال ده بيتكون يوميا ولازم يتجدد، دوره حياته لازم تتغير، انها لو ما اتغيرتش يبوظ. اي سائل في كونتينر او قفلت عليه في علبه هيأسن، هيبوظ، هيعفن. فانت يا باشا مفيش حاجه اسمها اصل غضاريفك نشفت لان خلاص الخلايا دي عجزت،
مش عارفه تكون زلال، فتطقطق لك بقى في الرايحه والجايه. تيجي انت تشيل تقول اصل انا مش حضرتك الغضاريف يا باشا مش وزن، مش وزن، انت عباره عن قفه وركبك تشيلها تشيل ببساطه كده، عشان نتكلم الحقيقه. انت حضرتك ركبك تشيل اكتر من كده، بس هي شيخه. العصب اللي بيقوم على حضرتك، عرق النسا اللي بيقوم على سعادتك ده، ممكن يكون مضغوط عليه بغضروف. انا مش معترض، بالعكس انا بقول لسعادتك انا موافق، بس حضرتك الغضروف ده اما داس على العصب، لو العصب ده قوي هيتداس عليه ويفك. مفيش يا جماعه حاجه اسمها مكملات غذائيه، مفيش حاجه اسمها مكملات غذائيه، انا ما باخدش حاجه خالص. انت اصلا مخلوق ما تاخدش حاجه. انت ليه الباودر والكرياتين غلط؟ هما يا باشا انت بتدي سكر كده بس، يعني انت كده اكنك بتدي سكر، مفيش بروتين بيجري يخش على العضلات، مش ده هاكس، ده هاكس، ده هاكس خلاص. لا ويت بروتين هيخش على عضلات ولا لحمه هتخش على عضلات يا باشا. لو زمان قالوا لك السكر مخفي جوه النشا، مخفي مش عارف ايه، ده اسمه عبط يا باشا. النشا كده كده هيتكسر يبقى سكر، الالياف النباتيه كلها هتتكسر تبقى سكر. خلي بالك بقى السكر المخفي لو جيت للجد هو مخفي في حاجتين، مخفي في الدهون، لان الدهون بعد نص ساعه وتتكسر بقت جليسرين، الجليسرين ده بقى سكر. الاحماض العضويه اللي هي الاود نمبرز، اللي هي فرديه الحلقه دي كلها هتبقى سكر. الجليسرين اللي في الدهون هيبقى سكر. الاحماض الامينيه اللي حضرتك بتاخدها عمال على بطال في البودره دي سكر. ده في نص ساعه يا باشا، مش هتاخد وقت خالص. الكبد هيحول شويه منها الالبومين والباقي سكر. فانت بتهري يعني كده كده ديلي، انت بتغير خلايا معدتك كده كده كل يومين ثلاثه، معظم خلايا امعائك كلها بتتغير. عشان كده يا باشا اللي بياخد كيماوي بيتبهدل ليه؟ لان خلايا المعده والامعاء والقولون من الخلايا المتجدده باستمرار. فما بيخش الكيماوي يا باشا هو مش فاهم حاجه. عارف الكيماوي بيجربوه على ايه؟ الكيماوي بيجربوه على النباتات. يعني مثلا يجيب نبته، يحط مثلا نبته فول او بسله، وبعد ما تبدا تنبت يبدا يحط عليه الكيماوي اللي بيديهولك ده. اما يوقف النبات ده عن النمو، يبقى كده هو بيشوف مدى ابداعه ومدى قوته. باشا الكلام ده احنا بنتكلم على بره. اما تيجي بقى تدخله جسم حضرتك انت الكيماوي ده، الكيماوي ما بيعرفش ده بقى حبايه فول، دي نواه خليه كبديه، لا دي نواه خليه عظم، لا دي نواه خليه سرطان. هو ما بيفهمش الكلام ده كله. حضرتك انت بتخش على طول على الخلايا، كل ما هو ينقسم بسرعه وعنده سحب للجلوكوز كتير من الدم عشان بيشتغل كتير بيموته. فخلايا بقى شعر تنهار، خلايا عظم بالسلامه، خلايا امعاء ومعده. مش هم فاهمين، هم فهموا السرطان غلط زي ما فهموا السكر غلط. واحد بيقول لك مقاومه انسولين، يا باشا الانسولين هرمون معوي هضمي المفروض ما يبقاش موجود في الدوره الدمويه الرئيسيه بالكثافه دي. انت بقى باكلك للغرض خليته بره الدوره الدمويه البابيه الكبديه، طلعته من الحته الهضميه دي، جريته في الدم شويه، وفوق كده كمان اديت ادويه بتزود افرازاته، وفوق كده كمان خدت من بره انسولين. ده انت يا باشا انت بالسلامه، انت كده بالسلامه. اقول لك على حاجه، تعرف ان السرطان كخلايا يعني من اكتر المستقبلات اللي عليها الهستامين والانسولين. الانسولين والانسولين جروث لايك فاكتور، يعني في انسولين لايك جروث فاكتور ده بيطلع كمان شبه الانسولين وبيغذي الخلايا دي. وهو الخلايا دي لازم، بص الخلايا السرطانيه بتبدا بخليه واحده، والخلايا الواحده دي اللي هم بيسموها كانسر ستيم سيل. الكانسر ستيم سيل دي اخت الخلايا السوماتيك العاديه، الخلايا الجسديه العاديه، تمام؟ اختها تيبيكال، مع ان حاجات فروقات بسيطه بينهم وبين بعض، ان النواه دي كبيره شويه غامقه حبه، ان النوايه اللي جوه النواه بتبقى واضحه اكتر، قدرتها على التكاثر والانقسام ملهاش حدود، بس برضه بتستجيب للهرمونات. بتستجيب للهرمونات، ما انت جسمك داير فيه هرمونات طول النهار، فعندها مستقبلات فبتستجيب. عشان كده في اورام كتير قوي يقول لك بيعالجوها هرمون، يقول لك عالجها هرمونال يا باشا. ايوه بتستجيب، فانت هرموناتك بايظه. جهازك الهضمي المعوي قادر على تغيير خريطه هرمونات جسمك كلها. يعني
الجهاز الهضمي بس خلي بالك، الجهاز الهضمي الهرموني ده في 1% خلايا بتطلع، يعني الجهاز الهضمي كله بالطول هنا من عند بقك لحد فتحة الشرج، كل ده لو قلنا في 2 مليار خليه مثلا مبطنات، من ضمنهم 1% بتطلع هرمونات، بتطلع جاسترين، بتطلع انسولين، بتطلع هيستامين، بتطلع سيروتونين. انت تعرف يا باشا السيروتونين اللي هو هرمون السعاده اللي انت فالقنا بيه انت والدكتور جعفر بتاع النفسيه بتاعك، 95% منه افراز امعائك، وبيتفرز من خلايا تيسترز. تيسترز يعني ايه؟ يعني متذوقات. خلايا الهرمونيه دي خلايا متذوقات حسب الكومبوزيشن بتاع المحلول اللي جوه، محلول المهضوم ده بتطلع هرمونات بطريقه معينه. في فوق ال 35 هرمون معوي هضمي انت ما تعرفهمش. في بقى في السوماتوستاتين، وده اللي هو الانتي جروث هرمون. الله، ده هي بتطلع مصانع بروتينات، مصانع هرمونات. النيوروبيبتايد واي انت ما تعرفش عنه حاجه، صح ولا مش صح؟ الفي اي بي هرمون يا باشا، كل الحاجات دي هرمونات. الفازو انتستايل بيبتايد في اي بي ده هرمون يا باشا، ليه مهمه بيطلع يعملها. الجريلين اللي هو هرمون اللي بيسموه الجريلين اللي بيسموه هرمون الجوع، دي هرمونات طالعه كلها من جهازك الهضمي المعوي. بس بتلعب فين؟ في البورتال سيركيليشن، بتلعب جوه الدم الكبدي، الدم المعوي. لو خرجت بره في الدم الرئيسي تبدا تضرك انت بقى. فما تجيش تيجي تقول لي ايه اصل انا عندي سرطان والسرطان ده اجريسيف. يا باشا انت ان كلمه اجريسيف هيعمل ايه برضه السرطان؟ السرطان لو مش في راس البنكرياس ويقفل الاثنى عشر مش هيموتني برضه، وبيستجيب بمنتهى السرعه. خلاص؟ بمنتهى السرعه استجابه الاورام للتدخل بالنظام ده بمنتهى السرعه. بس في مشكله ان انت يعني ما ينفعش معاه الهزار بقى. ليه؟ لان خلاص هو السرطان طالما حصل اعرف ان الجسم بيقول لك دي الخطه دي الخطه النهائيه، لان جسمك كله بيشتكي بقى. فبيبدا يحط المستعمرات الخلويه دي لهدف ما، لغرض ما، لحد انت ما تودع. هو بيعمل معاك كده. انت بقى رديت في كلامك، وقفت ورجعت بقى دنيتك، ومش هدخل بقى في جسمي حاجه تضر ولا تزود التهاباته. يبدا يرجع نفسه. البلان زي ترجع بقى لبلان سي، لبلان بي، لبلان ايه، ترجع انت نورمال خالص. تعرف ترجع نورمال خالص. ربنا خلقك اصلا تعيش نورمال. حتى لو مرضت، المرض يبقى every now and then، واذا مرضت فهو يشفين. حتى في الصيام اما جه على المرض والسفر قال لك فعده، ما فيش حد بيمرض 30 يوم. فاللي فطر 30 يوم ده مش عيان من اللي احنا نعرفه، ده عيان عيا متالف. انت متالف لك عيا يا ابني. في حد اسمه بقى انا بتعالج من الضغط العالي. يعني ايه بتعالج من الضغط العالي؟ انا مش فاهم يعني ايه بتعالج من الضغط العالي. هو الضغط العالي ده عمل لك ايه يا باشا؟ ايه عمل لك ايه الضغط العالي؟ ده حاجه اسمها ديفense ميكانيزم. ديفنس ميكانيزم يعني وسائل دفاعيه، خطط دفاعيه. انت ما فيش ولا خطه عجباك. بتعلي الضغط ليه؟ بتعلي السكر ليه؟ يا عم في ايه؟ انا بنقذك انت، انا بنقذك انت. انت اللي محتاج للسكر العالي، انت اللي محتاج للضغط العالي. انت يا ابني مستعد لحاجات كتيره قوي. جسمك مستعد ينزف نص دم وما يحصلوش حاجه. قال لك حساسيه الصدر في الاطفال. تلاقي الدكتوره من دول قاعده، الواد ما تغطوش ببطانيه فيها شعر، والقطه تطردوها من البيت، وغير بخاخات الفنتولين والبتاع، وعندنا النبلايزر في البيت طبعا. وتقول لك ايه؟ وتقول لك ما تقلقش ما تقلقش، الواد ده هيتحسن مع السن لما يكبر. هو فعلا بيتحسن، بس هو ايه علاقه السن بالتحسن؟ ما هو نفس الخلقه، بنفس الرئه، بنفس الخلايا. ايه اللي اتحسن فيه؟ مفيش حاجه يا باشا اتحسنت. هو اللي حصل ان الراجل ده اتغير، الكوزين طبقه اتغير لما كبر. بطل بقى السريلاك واللبن الصناعي والزباله اللي انت بتطفحها له، وبعد كده بدا يغير بقى، مره فاكهه، مره طبق رز، مره شويه بطاطس، وخلاص. الشعراوي كان بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول فضلات الحيوانات ريحتها انضف من فضلات الانسان وامراضها اقل. فقال لك ايه؟ قال لك غريبه قوي. قال لك يعني بيبقى النعناع الاخضر المورد ده قدام البقره وتسيبه وتاكل الحشيش
اللي هو الناشف والدريس الناشف والقش، لانها فطرتها كده. لكن انت ما اتفطرتش على كده، انت ما اتفطرتش على ده. انت مش زي القطه بتشم وبتعرف تفرق ده الحلو بالغلط. لا انت، لا انت مش من ده. انت صاحب هوى، انت صاحب هوى وصاحب رأي وصاحب استطعام، مش صاحب مصلحة بس. يعني انت ما انت الكائن الوحيد او يمكن من كائنات معدودة اللي بتاكل على غير جوع، اللي عندك قدرة تاكل وانت لسه واكل. انت الوحيد اللي بتعمل كده. ففضلاتك ريحتها حسب ما انت طافح. هو الشعراوي كان بيقول كده بس ما حلش برضه اللغز. قال لك انت ما تلاقيش فضلات الحيوانات دي ليها فايده للبيئه، تاخدها وتعمل منها وقود وتعمل منها الروث ده، تاخده وتعمل منه سماد وريحته مش وحشه. ريحته مش وحشه. اما تيجي تحط زريبه وانت قاعد جنبها ريحتها ارحم منك وانت خارج من الحمام. يعني بقول لك هم حتى يا باشا اوجدوا الحاجات وبقوا يشوفوا البيهيفير بتاع الامراض وهو مش فاهم ايه المشكله. الجفاف اللي بيحصل في الشتاء مش عارفين نفسره. ما فكرش ان طبق الطفح اتغير بقى في عدس اصفر دخل، ولا برتقال واستفندي. ما فكرش في دي، فكر في عبط بقى. اصل انت الميه، انت بتشربي ميه يا مدام مش اقل من 4 لتر في الشتاء. يخرب بيتك اذا كان انا من غير ما بشرب ميه بخش الحمام في الشتاء. ال 4 لتر دول هفضيهم امتى؟ مش تعقل الكلام قبل ما تقوله يا ابني انت وهو في البامبرز ده. انا وانا ملاحق اقوم اروح الحمام في الشتاء ده؟ ما ترحموني بقى. كمان اشرب 4 لتر ميه. يقول لك عشان ايديك بس الجفاف والتشققات والشفايف مالها والشعر اللي بيقع في الشتاء. انت ايه يا عم ده؟ يقول لك اصل لا هو البرد ده في ايدك بقى بشراب صوف وفازلين. والميه يا باشا لا اشرب ميه بقى الاحسن منك. ما فكرش خالص ان طبق الاكل بتاعك اتغير. في الاطفال قال لك حساسيه الصدر بتاعه لما يكبر هيخف. هو بيخف وما بيكبر فعلا، او الحساسيه بتقل لما بيكبر. ما حدش فكر ان الطبق اتغير. لا هو، ما هو الواد نفس الواد عبد الله هو اللي بياخد النيبولايزر، هو اللي بياخد الفينتلين بعد وبياخد الزيرتك والمونتي لوك خلاص، او المونتي كال. بعد سنتين بطل ما بقاش يحتاجهم. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما هو نفس الخلايا ونفس الرئه ونفس البتاع ونفس البرفانات ونفس ايه اللي حصل؟ طبقه اتغير يا باشا. الاستريس اللي كنت عامله عليه بلبن وبيض وبتاع بدا يقل. الواد بدا يبقى ليه اراده، فبدا ياكل وينقي، فبدا يغير. ممكن تظهر له حاجات حسيه بعد كده، لكن هو خلاص اتحسن. يعني اتحسن. حضرتك لازم تراجع بعد كل وعكه طبقك اتغير فيه ايه، وما تقفش قدام جسمك وقفه المعاند. هو في حاجه غلط، هو في تمدد امعاء، هو في شلل امعاء، هو في جيوب في القولون، هو في التهابات في المعده، هو في ضغط في عضله المريء. لا، جسمك مخلوق سليم ومطلوب منك تسلمه سليم. ولو سمعت كلامي هتسلمه سليم. كبدك يكفي 8 شبهك، كلاويك تكفي 8 شبهك، رئتك تكفي 8 شبهك، وانت بتسلمهم خلصانين يا باشا في كل الاحوال. بس شايف زي اليانسون والحلبة والكراوية معانا لو سمحت ولا لا؟ بص، يعني الاكثار من شرب ال الاعشاب مش مستحب. ليه؟ عشان كل اعشاب من دول ليها اعراض جانبية وتأثيرات انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفهاش كلها، ما اقدرش احصرها. خلي بال حضرتك، انت عشبة واحدة من دول فيها 600 الف مادة كيميائية بتأثر عليك ازاي انا ما اعرفهاش. اذا كان الاكل نفسه، يعني انا ابقى احط لكم مثلا فيديو لشيف بتاع خضار وبتاع طبيخ بيقول الاكل ده اللي هقوله ده ما تسخنوهوش لتاني يوم. قال السبانخ وقال الفراخ وقال البيض. حضرتك متخيل القرف؟ يعني هم نفسهم فاهمين ان الاكل ده تاني يوم لو اتسخن بايظ. هو بيطلع حاجات مقرفه، حاجات معفنه. فانت لما تيجي تقول لي بقى اعشاب، كلمه اعشاب دي كلمه مطاطه، انا ما اقدرش احكم عليها. انا اعرف احكم على الملح واحكم على السكر. المواد دي مواد كميتها معروفه بقى. السكر ده كميته معروفه، والملح كميته معروفه، ومعروف ان الصوديوم كلورايد جسمك بيتعامل معاه والجلوكوز بيتعامل معاه ازاي. فانتهت بقى. وانا عشان كده بقول لك انت عندك مشكله في تفسير الاعراض اللي بتجيلك. فانت لو سمحت اما تيجي تعرض عليا حاجه عايز تعرضها، اعرضها باحساسك بيها انت. يعني انت بتجيلك صداع، قول لي بيجيلي صداع، ما تقوليش ضغطي بيعلى، لان يعني دي مش شبه دي. عندك رفرفه او ضربات قلب سريعه، ما تقوليش اصل هو الغده عندي نشطه. دي برضو مش محتاج اسمعها من حضرتك، لان ربنا سبحانه وتعالى
خلق جسمك يعرف يعمل ادابتيشن، تكيفات كتيره. فمعنى ان جسمك خرج بره اطار التكيف وبدا يزعجك انت، اعرف ان هو بيشتكي. فيا ريت شكوتك تكون احساسك بنفسك. عندك زغلله، عندك صداع، عندك رجفان، عندك تعرق، اوصفه زي ما هو. لكن موضوع بقى اصل انا اول ما باكل سكريات ضغطي بيعلى. طب حضرتك انت بتعرف منين ضغطك بيعلى؟ اصل بصدع فبمسك فبقيس ضغط. هو الكلام اللي بحكيه ده احنا بنحكي في طب جديد. حضرتك انا بتتعلم معانا اعراضك بتوصفها ازاي، تحكيها ازاي. دكتور بحس ان دماغي هتفرقع من هنا واسمع النبض بتاع قلبي في دماغي. باشا برضه ملوش علاقه بقلب حضرتك، انت تمام، الحته دي ما فيهاش مشكله. احساس الالم، شعور نقل الالم، دي حاجه كبيره بقى قوي، لان تفاصيل الالم نفسها تفاصيل تقيله. لحد النهارده هم يقول لك الذبحه الصدريه بيجيلك الم تقل هنا، او يسمع في الفك هنا، او يسمع في كتفك الشمال وتنميل في ايه، او ايدك اليمين. يا باشا الوجع ده كله ايه ده؟ اذا كان القلب يا باشا نفسه بصماماته بالشرايين بالقصه دي كلها غير لا تشعر بالالم اصلا. ايه رايك بقى؟ يا عم الكمبيوتر، السؤال بقى ايه راي حضرتك؟ يعني القلب بالشرايين بالصمامات عديمه الاحساس، يعني لو سدتك كل شرايينك المفروض ما تحسش بحاجه حضرتك. ايه راي حضرتك بقى؟ احنا اساءه فهم الالم. جسمك بيعبر لحضرتك، بينقل لحضرتك رساله، فبناء عليه هو محتاج منك انت ترد له خبر. مش كل ما اكلم سعادتك انت مستبعد الاكل من دايره اهتماماتك. ده علاقه الاكل بمستوى تفكير، علاقه الاكل بنفسيتي، علاقه الاكل بالغضاريف اللي في ظهري انا اصلا. وتلاقيه بيتكلم بمنتهى الثقه، يقول لك ايه؟ اصل انا اصلا عندي غضروفين. طب يا باشا انت ليه جالك غضروفين؟ مش ده السؤال؟ هو السؤال يتسال كده ومعقوله يتصلحوا بالاكل؟ ما هو يا باشا هو سببهم الاكل. يعني حضرتك دلوقتي انت ايه اللي خلى لجامات واربطه ظهرك تفك وتطقطق لحد ما الغضاريف تبظ من وسطها كده؟ ما هي انت الغضاريف دي اللي ماسكها في مكانها، اللي ماسكها ان بليس، اللي ماسكها لجامات كده، لجام من قدام ولجام من ورا، واعمل لها حلقه مخصوص انا للغضاريف دي. كويس؟ الانزلاقات الغضروفيه يعني. كويس؟ اللجامات دي واحد قدام واحد ورا. ايه اللي خلاه يرتخي والغضروف يبص كده يدوس على النخاع الشوكي؟ اسال السؤال ده انت لنفسك الاول قبل ما تسالني انا. هو ازاي الغضروف هيرجع مكانه بنظام اكل؟ انا لقيت السبب خلاص، فانا دي شغلتي انا مش شغلتك انت. زي ما انا اكتشفت ان السرطان هيستجيب لشغلي، هيستجيب لشغلي طبعا هيستجيب لشغلي غصب عنه. ما قداموش سكه تانية، ما قداموش سكه تانية. لكن انت بقى السرطان هتعلق عليه. خلي بالك كل عيانين السرطان ما بيموتوش بسرطان اصلا، بيموتوا بايه؟ بكاشيكسيا هزال. الكورتيزون بقى، ما هو اصلا الراجل ده لما جاله سرطان كان عنده حاله اضطراب الهرمون اللي قلت عليه. الكورتيزون بتاعه في السماء، الانسولين بتاعه في السماء، النخاميه في اشد درجات نشاطها. يا باشا انا من ساعه ما قلت حاله الغده النخاميه وانا عندي 4 حالات مايكرو ادينوما دلوقتي، اللي هي اورام النخاميه الصغيره المايكرو ادينومز. جالي هنا حالات مش فوق ال7 حالات لحد من ساعه فيديو النخاميه اللي عملته. خلاص؟ فالناس كتير، ما انتش اطمن، انت مش لوحدك. احنا كلنا عندنا خلل في الغده النخاميه، في اضطراب في افرازاتها. فاهم ولا لا؟ الاجهاضات الغير مبرره، تاخر الحمل، تاخر الانجاب في الرجاله وفي الستات، كل ده يا باشا اضطرابات نخاميه. بس عشان انت فاهم، شعورك بالالم شعور قايم على هرمونات، يعني مش زي ما انت حاسه. الالام اللي بتبقى موجوده جوه العضلات، الاعصاب كلها ملتهبه وبتعدي جوه العضلات، لازم تحس بيها بالالم. تحس بالالم من الغشاء اللي مغطي العظم بتاع حضرتك، فتحس بنشر.
تيجي تحكي للدكتور بتاعك تقول له انا جسمي كله بينشر عليا. الناس اللي ماشيه على النظام معايا يعرفوا الفرق دلوقتي في مناعتهم في وسط البرد وفي وسط الاتاكس اللي كل شويه يقول لك الحق ده جاله مش عارف دور ايه، المتحور مين والمتحور ايه وزعبوط فين. الكلام ده ما بيحصلش معانا الحمد لله. وزي ما قلت لك انت مناعتك اقوى ما يمكن لحد ما تخل معاها. ولعلمك المناعه بتديك فرصه واثنين وثلاثه وحسب مستوى غلطتك ومقدار الغلطه. فانت مناعتك بتعافر معاك طول اليوم. بالمناسبه انت جهاز مناعتك مش محتاج حاجه تقويه. جهاز مناعتك بيستثار وبيتم تحديثه يوميا مع كل لطشه هواء جديده بتشمها، مع كل ايد بتلمسها، مع كل تغيير في الميكروبيوم اللي حواليك، البكتيريا بالفيروسات بالقصه دي كلها. كل ده انت جسمك بياخده ويعمل له ابديت. لك اهو مفيش نزلات برد الحمد لله خلاص. قولونك سليم يا باشا، مناعتك حديد. قولونك سليم، معدتك سليمه، حمضك سليم، انزيماتك حديد، هرموناتك بتطلع في ميعادها مش هوبا هيصه. مشكلتك ان الانسولين اتوجد بره الدوره الدمويه البابيه بكثره، وسببه انت خليته يتفرز كتير، وسببه الطفح الغلط كتير. اكل منتجات الالبان والدقيق والزبادي والجبنه البيضاء والجبنه القريش، الجرجير على السبانخ على البسله. كنت بتطبخ يا معلم وبتحشي. سبق وقلت لك هذا الاكل لا يناسب ابن ادم. عارف يعني ايه انت بتنام وبتصحى انت ما عندكش الم في جسمك نهائي؟ عارف يعني ايه بتنام وتصحى ريحتك كويسه؟ عارف يعني ايه بتنام وتصحى ما فيش وجع ولا تنميل في اطرافك؟ حاسس بصوابع رجليك وانت ماشي؟ دي نعمه. اللي عنده رجليه بتورم حاجه بسيطه قد كده ما بيحسش برجليه، ايديه بتتلسع ما بيحسش بالسيجاره وهي بتلسعه. الاحساس ده نعمه. اوعى تفتكر ان احنا خلاياك العصبيه مش بتتجدد، بتتجدد كلها بكل اغشياتها. بص يا باشا، انت ما تيجي تبص في الاعلان بتاع التلفزيون تلاقيه بيقول لك ايه؟ حساسيه الاسنان. هو الم بتحسه في الاسنان عند شرب اي حاجه ساقعه او سخنه. ايه يا عم؟ ويقوم قايل لك بقى ايه؟ خبراء الاسنان ينصحون بسنسوداين. هو لا قال لك حساسيه الاسنان دي من ايه؟ ولا ازاي انت يترقع في بقك معلقه معدن تسمع في فكك لحد دماغك؟ ازاي يعني؟ دي ازاي حصلت؟ محدش فكر لثواني ان يقول لك ده عصب يا باشا ملتهب اصلا، وهو العصب ده اللي عامل لك الاحساس ده من غير وجع اصلا. هو ده العصب الخامس نفسه قايم عليك. اه يا باشا، ما هو الانفيريور الفلر ده العصب اللي مغذي الفك ده، مغذي الفك ده، والاعصاب اللي مغذي الفك ده من العصب الخامس بتاع وشك. يعني لو عصب ده، لو العصب ده فيه التهاب كل اسنانك تسمع، خاصه ان الالم ده نون سبيسيفيك، يعني الم غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب. غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب يا باشا، اسمه نون سبيسيفيك. فانت مشيت على النظام الحلو ده، العصب الخامس بتاعك بقى حديد، استحاله اسنانك توجعك بقى. كلت نوتيلا، كلت سكر سنترافيش، سكر اقماع، سكر زعابيط، مصمصت مش عارف، مش هيحصل لك حاجه. نقطه من اول السطر.